اخبار نادي الزمالك النهارده يا جماعه. معانا النهارده 4 اخبار. اهم خبر فيهم واحلى خبر فيهم هو ان الزمالك اعلن عبر صفحته الرسميه ان هو اطلق الموقع الرسمي الخاص بيه. طيب ايه فايده الموقع الرسمي اصلا؟ الموقع الرسمي ده يا جماعه هيكون كل حاجه تخص نادي الزمالك، صغيره او كبيره، زي مثلا تشكيل المباريات، الزمالك هيلعب امتى ومع مين والساعه كام، كل ده هيكون موجود على الموقع. طيب العاب الصالات، كل حاجه تخصها برضو موجوده في الموقع. طيب تاريخ نادي الزمالك وبطولات نادي الزمالك، كل ده موجودين على الموقع. طبعا الموقع لسه ما تفعلش فيه عناوين كتير وتفاصيل كتير عشان هو لسه اطلقوه النهارده، فاكيد التفاصيل دي هتشتغل بعدين، بس انا بتكلم ان انتوا هتلاقوا عليه كل حاجه. حتى كمان كان الزمالك تعاقد مع شركه ملابس جديده اللي هي نايكي. طيب التصميم الجديد اكيد اول ما ينزل هينزل على الموقع ده، واتمنى كمان ان هم يعملوا كده حاجه تخص البيع والشراء. يعني مثلا ممكن نبيع من عليها ديزاينات جديده لتيشيرتات نادي الزمالك، دي هتدخل ربح لنادي الزمالك وهتبقى حاجه حلوه قوي، يعني تبقى حاجه خاصه بقى بنادي الزمالك هو اللي بيعملها لنفسه، ويا ريت يشتغل على الموضوع ده، هيبقى حلو قوي. احلى ما في الخبر ده بقى ان انا حاسه ان في تطور، يعني ان الناس دي مش واقفه مكانها، في حاجه جديده بتحصل وحاجه حلوه، يعني كويس ان هي حاجه حلوه. انا لما مجلس الاداره بيعمل حاجه وحشه اول واحده بطلع وبنتقد، زي ما بيعمل حاجه وحشه بطلع بنتقد، لازم لما يعمل حاجه كويسه اطلع واشيد بيه. بصراحه الموقع ده حاجه كويسه. تمام. طيب تاني خبر معانا النهارده هو مش مفهوم بالنسبه لي قوي بصراحه، بس هنفهمه مع بعض. المفروض ان نادي الزمالك هيبقى عنده ماتش ودي مع المحله، تمام؟ فالمفروض ان اللعيبه مقيمه في احد الفنادق الكبرى، ففي مناسبه عامه موجوده في الفندق ده، وكان مشجعين اهلاويه عرفوا ان لاعبي نادي الزمالك ومسؤولين نادي الزمالك موجودين، فعادوا يهتفوا لزيزو. والمفروض انه المسؤولين بتوع نادي الزمالك راحوا اشتكوا للاداره. انا شايفه يا جماعه والله الموضوع لا يعنينا اصلا، ويهتفوا ما يهتفوش في ايه عادي، يعني مين زيزو اصلا يا جماعه؟ اللي بيهتفوا له دول اصلا هم اللي كانوا بيقولوا عليه بالونه، فالموضوع ما يخصناش. البالونه دي فرقعت في وشهم في اوضه اللبس، فرقعت في وشهم والله. كل شويه هتطلع تسمع ان مثلا اليو ديانج مش عايز يجدد، وسام عايز يتباع وباعوه، امام عاشور مش راضي يجدد عشان عايز يتساوى بزيزو. طيب يا جماعه انا شايفه ان الموضوع عادي ولا يعنينا اطلاقا، كبروا دماغكم. طبعا اداره الفندق خلت الناس دي تسكت عشان طبعا لازم يوفروا الهدوء للعيبه، بس انا شايفه ان الموضوع يعني عادي ما ياخدش اكبر من حجمه خلاص. طيب ثالث اخبار نادي الزمالك النهارده. طبعا كل جمهور نادي الزمالك عمال يسمع اخبار ان عدي الدباغ المهاجم الفلسطيني هينضم لنادي الزمالك. انا ما رضيتش اطلع اتكلم عشان بيقولوا ان لما الناس بتتكلم الصفقه بتبوظ، مع اني انا شايفه ان مش ده اللي بيحصل. مش لما الناس بتتكلم، انت المفروض تتعامل مع لعيب محترم ووكيله يكون محترم، ماشي؟ يعني وكيل تيدي اوكو مش محترم واحسن انه ما جاش، اوكي؟ طيب المفروض ان عدي الدباغ ده هيجي بكره مصر، وعشان كده هو غاب النهارده عن التمرين بتاع الفريق بتاعه. من الاخر الصفقه دي هتكلف نادي الزمالك 350,000 دولار، وده مبلغ مش وحش خالص، ده يعني قليل جدا بالنسبه للارقام اللي بنسمعها اليومين دول للاعيبه مصريين كمان مش اجانب. فحقيقي المبلغ بالنسبه لي او بالنسبه للناس كلها تافه. طيب الميزه الثانيه ان ده لعيب فلسطيني فمش هيتحسب عليك اجنبي اصلا. طيب الميزه كمان ان اللاعب ده بيلعب في مركزين، مركز المهاجم الصريح ومركز الجناح الايمن، واكيد كلنا عارفين ان عندنا مشكله في مركز الجناح الايمن، ولحد دلوقتي ما جبناش حد صريح يكون ده مركزه، ما حصلش. اتمنى ان ده يحصل طبعا، وما نلجاش ان احنا نوظفه في مركز الجناح الايمن لان هو بيبدع اكتر في مركز المهاجم. بس عامه ده خبر كويس، اتمنى ان الصفقه تكمل ويجتاز الكشف الطبي،
وتكون صفقه معانا يعني موجوده، عشان احس ان في حاجه بقى. طيب رابع خبر معانا واخرهم، المفروض احمد حسام ميدو هيتحول للمحاكمه. زي ما سمعت كده بالظبط. المفروض ان هو شتم حكم تقريبا البنا. طبعا انا مش جايه ادافع عن احمد حسام ميدو اصلا، وانا دايما مع فكره ان اللي غلط لازم يتحاسب بجد، واتمنى ان محدش اصلا يتجاوز في حق اي حد ايا كان. يعني الحكم ده لو تجاوز في المباراه وعمل خطأ، انا اتمنى انه يتعاقب، بس مش الحل ان احنا نشتمه. اصل احنا لو كل واحد غلط قعدنا نشتمه، هنشتم كلنا، هنشتم بعض، صح؟ اكيد الحكام بتغلط بزياده وبتجامل ناس، بس مش الحل ان احنا نشتمهم برضو، وخصوصا ان احمد حسام ميدو حاليا شغلته انه اعلامي، والاعلامي لازم يحافظ كويس قوي على كلامه. فياريت اللي غلط يتحاسب ايا كان هو مين، سواء زملكاوي او اهلاوي.